السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ويلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال يا ربي وصحة جيدة. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة. اليوم غادي نشارك معكم مشروب سحري لنزلات البرد، يعني صحي ولذيذ وكيجي جد اقتصادي بمكونات بسيطة، بجوج ديال المكونات وبمكون سحري متواجد عندنا في كل مطبخ. يعني هاد العصير اكيد غادي يعجبكم وغادي يعجب الوليدات ديالكم، يعني مكونات جد طبيعيه بدون يعني فواكه فقط، يعني بجوج ديال المكونات سهله في التحضير. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه فضلا وليس أمر تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. ولا إعجاب للفيديو أكيد إلا عجبكم الفيديو. بالنسبة للمكون السحري اللي غادي نحضروا به العصير ديالنا اللي هي البطاطا الحلوة، يعني البطاطا الحلوة راه معروفة بأنها عندها فوائد كبيرة وكتجي رائعة في جميع الأطباق، يعني لو حضرنا بها الطاجين وكذلك العصائر كتجي رائعة ولذيذة. وحتى الوليدات اللي ما كتعجبهمش يعني هاد البطاطا الحلوة في الأطباق الأخرى تحضروها لهم في العصير فكتجي رائعة، ويعني المكونات ديالها راه لا تعد ولا تحصى. بالنسبة للطريقة فالطريقة جد سهلة لتحضير هاد العصير. غادي ناخدو البطاطا ديالنا من بعد ما غنغسلوها من هذيك الأتربة والشوائب اللي كتكون فيها، وغادي نوضعوها في الكسكاس حتى كتبخر. يعني هناك خديت تقريبا 5 ديال البطاطات، يعني على حساب الكمية اللي غتحضروا بها العصير ديالكم، يعني على حسب عدد الأفراد. فهنا قديت فقط 4 ديال 5 حبات، غسلتهم يعني مزيان وزولت لهم هذيك الشوائب ديالهم والأطربة. من بعد هنا غادي ناخد الكسكاس، غادي نوضع فيه البطاطا الحلوة. من الافضل يعني نبخروها او نوضعوها مشويه في الفرن. من الافضل ما نسلقوهاش فباش نحتفظوا يعني بالفوائد ديالها ونستافدوا منهم اكثر. فانا غادي نوضعها في الكسكاس وغادي نبخرها، وكذلك يعني تقدروا تشويوها في الفرن، كتجي رائعه في هذا العصير وكتستافدوا اكثر من الفوائد ديالها. ومن الاحسن يعني من نبخروا من نسلقوهاش. فمن بعد ما غادي نبخرها غادي نزول لها القشره ديالها وغادي نحضر بها العصير. تابعوا معايا الفيديو. من بعد ما كتبخر البطاطا كنزولوها من على النار وكنخليوها حتى كتبرد، وكنزولوا ليها هاد القشره، كنزولوا ليها القشره ديال يعني ديال البطاطا. تقدروا يعني تخليوها حتى هي وطحنوها مع العصير، راه كتجي رائعه وعندها فوائد كبيره. فملي كتحضروا يعني البطاطا الحلوه بهذه الطريقه، يعني كاين شي وليدات ما كيتناولوهاش. ملي كتحضروها يعني بالطريقه ديال العصير، يعني ما كيلاحظوش بانكم حضرتوا العصير بالبطاطا الحلوه. يعني نبدلوا الطريقه باش كنحضروا البطاطا، هي عندها فوائد كبيره على البطاطا الاخرى. البطاطا الحلوه عندها فوائد كبيره وكترفع المناعة، وهذا هو الوقيته ديالها نستغلوها نحضروا بها سلطات ونحضروا بها عصائر. فهاد العصير كيجي رائع، ويعني اللي شربوه او اللي ذاقوه غادي ما غاديش يتوقع باننا حضرناه بالبطاطا الحلوه. يعني عصير رائع جد طبيعي وكيجي لذيذ. من بعد ما زوت القشره البطاطا غادي نوضعها في الهشوار، غادي نقطعها قطع صغيره. يعني اللي ذاق هاد العصير كلشي غيصف لكم على الطريقه، وكيجيني عصير رائع وطبيعي بدون ما نضيفوا اي يعني السكر. بما ان يعني عصير طبيعي 100%، ما غاديش نضيف السكر لان البطاطا حلوه. فقط غادي نضيف عصير ديال البرتقال. خديت هنا 2 كيسان ديال عصير البرتقال غنضيفهم على البطاطا، وغادي نضيف كأس كبير ديال الماء. فيعني الكميه ديال البرتقال والكميه ديال الماء على حساب البطاطا اللي حضرنا.
وكذلك نقدروا يعني هاد البطاطا نشويوها في الفرن فكتجي يعني رائعة وصحية. وغادي نطحنهم مزيان في الهشوار. فهاد العصير جد طبيعي وبجوج ديال المكونات، وتقدروا يعني تعوضوا البرتقال بعصير ديال الحامض وتضيفوا ليه اكيد الماء باش هكا ما يجيكمش حامض. فكيجي يعني عصير رائع وطبيعي 100%. واللي ذاق هذا العصير اكيد غادي يعجبو، وغادي يسولكم على الطريقه باش حضرتوه بالمكونات، يعني مكونات جد طبيعيه وصحي، يعني بدون اضافات. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه بالبطاطا الحلوة، راه متواجدة في الأسواق بكثرة وهذا هو الوقيته ديالها نستغلوها. راه هاد العصير كيجي رائع، يعني تقريبا بحال العصائر اللي كناخدوهم يعني من لي سوبر مارشي، يعني كيجي رائع في المذاق ديالو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. شكرا على المتابعة وإلى الملتقى في فيديو آخر، في أمان الله. فعلا هذا العصير كيستحق تجربة، نتمنى تجربوه، وإلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله.